كلمني وهو منفعل وبيقول لي أرجوك يا توحة خليني أخلص كلامي وبعد كده اسأليني. أنا مش بخيل في اللي أنا هقولك عليه، وخليني أقولك وجهة نظري. قلت له اتفضل مش همنعك. خير؟ قال لي خير. أنا متجوز من حوالي 9 سنين وعندي بنتين، واحدة 5 سنين واحدة 7 سنين. قلت له بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. قال لي أول ما اتجوزت مراتي أولا إنسانة طيبة جدا وبتحبني وكريمة، بس فيها بعض الحاجات كده الغريبة. هتقولي لي ايه هي؟ هقولك. مراتي يا توحة فيها عادة سيئة قوي. في عز الصيف لا مؤاخذة تحب تشم تحت باطي، تقولي ده مسك. فضحكت. قالت لي ما تضحكي. قال لي ما تضحكيش، انا زي ما بقولك المشكلة مش في كده. المشكلة ان الهانم اما تيجي تغسل كل يوم الغسالة شغالة، بتغسل تقعد تشمشم في هدومي، عارفة زي ما يكون لا مؤاخذة مربية كلب بوليسي. تشمشم اللبس أكون لابسه مرة واحدة، تشم على الغسالة، تشم على الغسالة، لدرجة إن بقيت بخبي منها الهدوم يا مؤمنة في الدولاب. ده في مثل بيقول هدومك ده بتلاقي هبيل، قال له من كتر الغسيل. ورغم ذلك تفتح الدولاب وتشمشم وتشيل على الغسالة. غلبت فيها. تقول لي يعني عايزني اسيبك ماشي بهدومك ريحتها عرق؟ الناس يقولوا ايه؟ نظافتك دي مسؤولية مراتك، فهي مسؤوليتي. قول اخر ما غلبت معاها مناهدة استسلمت، سكت. مشكلتي بقى فيها في اللي جاي. قلت له لسه في جاي؟ قال لي اه. اكون متنرفز من حاجة الاقيها تقوم جري فاتحه باب الشقة. اقول لها بتعملي ايه يا حبيبتي؟ تقول لي بطلع العفاريت اللي فيك واخرجهم بره. تخليني اضحك. قلت له طب ما كتر خيرها الست. قال لي كتر خيرها قوي وبالذات في اللي جاي. قلت له ايه تاني؟ قال لي نبقى عاملين فرخه. انا بحب الستر. تروح بصراحه مدياني الستر وتقول ياد القاسم في النار، الصدر اكبر من الورك. اقول لها ربنا يخليك. تروح شايله الجناح مع حته من الستر، تقول لها اصل انا بحب المصمصه. تمصمص الرقبه، الرجول تبديني منها. تقول لي لا انا طول عمري بحب المصمصه وانا في بيت ابويا. عملنا سمك تلم الروس بتاعت السمك وتمصمص فيها. اقول لها يا بنتي يا بنتي المفروض كل واحد له نايبه. انا مش بتكلم على المناب، انا بتكلم على الاصول. تقول لي فكك فكك، كل نايبي بس سيب لي المصمصه. طبعا ما برضاش اكل نايبه، اطبطب عليها واقول لها كلي يا حبيبتي. وعشنا على كده لحد ما ربنا رزقنا بالبنتين. علمت البنات يا توحة زيها. البنات يقعدوا يقولوا بنحب المصمصة وتتخانق هي وهم ويقعدوا يشدوا من بعضهم وهم بيضحكوا. علمت البنات لما اكون انا وامهم شادين مع بعض يقوموا يفتحوا باب الشقة ويقولوا بنطلع العفريت اللي عندكم بره. الكارثة ان كتير ببقى جاي من الشغل تعبان الاقي الهانم والبنات عمالين يطبلوا ويزغرطوا ويغنوا. اقول لها بتعملوا ايه؟ هي والبنات في حس واحد يقعدوا يقولوا لي الهفة وصلت. قولي لي يا توحة اعمل معاها ايه؟
يا شيخة ده الشاعر بيقول الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ودي علمت بناتي الهفة وصلت والزغاريط، ونفس الطريقة بتاعتها المصمصة والكلام ده. واشتكيتها لأهلها، أبوها يضحك يقول له مامها كانت كده، هي هتشتريه، كبر دماغك، يا بخت اللي يتجوز واحدة فرفوشة. وعلى كده لا عارفة اخد حق ولا باطل. قوليلي اعمل ايه يا توحة معاها؟ انا غلبت فعلا فيها، وخايف على بناتي من اسلوب تربيتها. بصراحة انا مش لاقيه مشكلة. انت بتعمل مشكلة ليه من لا مشكلة؟ يعني حد يكره الست الفرفوشة؟ مش احسن ما تنكد على معاليك انها تطبل وتزغرط وربنا يبارك لك فيها هي وولادك؟ يا سيدي حتة المصمصة معلش، يعني كبر وغمض عينك شوية. فعلا في ناس بتحب المصمصة. انت خايف على بناتك ان هم يكونوا نسخة من امهم؟ هم فعلا اتعلموا من امهم، فخلاص. ودي عارف ما يعتبرش عيب اوفر قوي. انت عارف في امتى بقى انك انت تخاف وتقول عيب كبير وكلام من ده؟ لو هي نكدية مسودة عليك حياتك، لكن ده انت بتقول الست فرفوشة ومعلمة بناتك الفرفشة، وتقعد تغني وتزغرط ومش عارف ايه. يا شيخ ربنا يديمها عليك نعمة. ده ياما رجالة تتمنى ضفر واحدة زي مراتك، ما تكونش نكدية كده. وحد يطول ان واحدة تشم العرق بتاع جوزها. ما تزعلش مني، دي مقرفة، بس من الحب ما قتل. انها بتعشقك وبتحبك للدرجة دي؟ ما هو ما يحدش يعمل العملة دي غير ما يكون حد بيعشق حد. فما تقعدش تتلكك لها وتنكد على حياتك وولادك. انا اعتقد ان دي مشكلة من لا شيء. انت حضرتك عملت مشكلة من لا مشكلة. فوت في حاجات كده بسيطة زي دي، زي المواقف دي ما تستاهلش ان انت عارف تعمل منها من الحبة قبة. تخليش شيطانك يسيطر عليك. يا سيدي تقول لك الهفة وصلت، اقعد تسقف معاه هي والبنات. مش هتعملها اكيد، دي طبيعة فيها، وطبيعة حلوة مش وحشة، إنسانة فرفوشة. انت بقى بتعشق النكد، بتدور على واحدة تكون رسمية وتنكد عليك، ولا انت يا كبير زعلان من الكتف اللي بتاخده معاه حتة لحمة وكلام من ده؟ فقال لي لا والله يا توحة مش كده، بس انا خايف على بناتي. قلت له ما تخافش، هتخاف عليهم من ايه؟ دي كلها حاجات بسيطة يا سيدي، حاجات تعدي، حاجات ما تستاهلش الأفورة من الزعل، وما تستاهلش ان انت تفضل تنكد عليها وعلى بناتك. اليوم اللي رايح من عمرنا مش راجع تاني علشان تدور على النكد. ربنا يخليها لك ويكتر من الستات الفرفوشة اللي زي دي. دي نعمة يا كبير، مراتك دي نعمة. امسك فيها بايديك واسنانك زي ما بنقول. انتم ايه رأيكم؟ هل هو يعني مقفرها في الزعل قوي، ولا هي غلطانة؟ انا بالنسبة لي لا، ده عادي، موضوع عادي، هي دي طبيعتها خلاص، وست فرفوشة مش نكدية. انا مستنية تعليقاتكم. وجهوله رسالة لأخونا اللي زعلان قوي، ده بيتكلم يا جماعة وهو بيحكي، عارفين محسسني ان هو في كارثة في حياته مش عارف يعديها ازاي،
ومش لاقي الكلام اللي يبتدي بيه ولا لاقي مش عارفه المدخل فيه ايه يا جماعه. انا عايزاكم توجهوا لي رساله، ويا ريت رساله لاختنا. بلاش يا ست تاخدي من نايبه كتير قوي كده. اشوفكم على خير. همي يبكي وهمي يضحك. سلام.